مقام آل البيت مقام عظيم أيها الإخوة. أقرأ الآن، أقول لكم المصدر إذا تلتفتوا لي. الآن أقول لكم المصدر إذا قصة هواي حلوة في كتاب الخرائج والجرائح، وكتابه من مصادر بحار الأنوار. يعني كتاب الخرائج من مصادر شنو؟ بحار الأنوار. طبعا لما يكون من مصادر بحار الأنوار يعني من المصادر القديمة، يعني مو من المصادر المتأخرة. هاي راح أذكر الآن في كتاب الخرائج مجلد 1 صفحة 322. يقول عن إسحاق بن عمار: لما حبس هارون أبا الحسن موسى عليه السلام، دخل عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. طبعا ذولا من علماء السلطان، من وعاظ السلاطين، من علماء السلطة. علماء السلطة يعني من العلماء اللي السلطة كانت تستفيد منهم كل شيء. احنا علماء الشيعة قضينا عمرنا معارضة ويا السلطة، علماءنا ما يوم وضعوا أيديهم بيد شنو؟ بيد السلطة، وإلى اليوم يعني. أما الوضع عند غيرنا يختلف. أنا أحب أن أكون مؤدب وما أتكلم من بعيد، يعني ما أحب أسيء لأحد، بس هذا الواقع. جيد. يقول: دخل على الإمام الكاظم لما حبس الإمام الكاظم عليه السلام، دخل عليه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة، وذول اثنيناتهم من العلماء اللي السلطة كانت معتمدتهم وتستفيد منهم، والعيد على أساس رأيهم، وصيام الناس على أساسهم. يعني شلون المفتي الآن يسمى المفتي في بعض البلدان، مفتي الدولة الفلانية، هالشكل هذا. دخلوا على المسجون موسى بن جعفر سلام الله عليه. ومن هوان الدنيا على الله أنه ذولا يكونون بهالمكان، وباب الحوائج يكون وين؟ يكون في طامورة تحت الأرض. بس الدنيا، سيد جعفر الحلي مو يقول: ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. الدنيا مو خوش دنيا، المهم. فقال أحدهما للآخر: نحن على أحد أمرين. بدخولنا على موسى ابن جعفر بالسجن احنا على أمرين. شنو؟ إما أن نساويه، ندخل وياه بنقاش، وشنو؟ نساويه، وإما أن نشاكله. فجلس بين يديه، والإمام كان بالسجن. فجاء رجل كان موكلا به من قبل السندي. طبعا لما يقول من قبل السندي يعني يظهر جو والإمام الكاظم عليه السلام في آخر سجن انسجن به واستشهد. لأن تدرون الإمام الكاظم قبل كان مسجون بالبصرة يم عم هارون، وبعدين انسجن هذا ابن الربيع، الفضل ويحيى، اثنين. آخر شيء يم السندي، آخر سجن استشهد به الإمام هو سجن شنو؟ السندي. فالخبر لما يقول جاء موظف سجان للإمام الكاظم، السندي كان خاله يراقب الإمام، يعني هذا بآخر عمر الإمام سلام الله عليه. زين. فجاء رجل كان موكلا به من قبل السندي ابن شاهك. أنا بس معلومة أقولها: شاهك اسم أم السندي مو اسم أبوه بإجماع المؤرخين، لأن هو أبوه ما كان عنده حتى ينسبوا لأبيه، ما عنده أبوه. يعني شلون زياد ابن أبيه، منو أبوه؟ ما حد يدري. واحد يقول عبيد، أبو سفيان، معاوية قال هذا أخويا، لأن أبو سفيان إلى آخره، المنبر إلى حرمة والمجلس إلى حرمة. والله يستحي واحد يحكي هاي الأمور على المنبر، والله يستحي واحد يحكي هاي الأمور على المنبر، واحد يخجل يحكي هاي الأمور على المنبر. وهم أعداء أهل البيت كلهم من هالشاكلة، يوم مو هالشاكلة مولانا، كلهم من هالشاكلة هاي، كلهم من هالشاكلة هاي. يقول فشاهك اسم أمه كان ينسب لأمه في بغداد، ما ينسب لأبيه، لأن أبو ما عنده، ما معروف أبو منه. زين. فقال: إن نوبتي قد انقضت وأنا علي الانصراف. المن يقول للإمام الكاظم سجانه، يقول له: أنا الآن النوبة مالتي خلصت، السرى مالتي خلص، ساعتي خلصت، وقتي،
أنا رايح أنصرف، تريد شيء يا ابن رسول الله؟ هيك يقول له. هذا بحضور منو؟ اثنين من علماء الدولة، من علماء السلطة قاعدين يم الإمام، وإجا هذا السجان. جيد. وأنا على الانصراف، فإن كانت لك حاجة أمرتني حتى آتيك بها في الوقت الذي تكون فيه نوبتي. إذا رايد شيء يا موسى بن جعفر. إخواني ستقول لي هذا شلون يحكي الإمام بهال يعني الأريحية؟ أقول لكم قضية. الإمام موسى بن جعفر يا هو اللي يلتقي به بعد فترة يتأثر به. هاي طريقة موسى بن جعفر. سجانه بالبصرة وعم هارون دز رسالة لهارون قال له شوف أقول لك، البصرة كلها قامت تحب موسى بن جعفر، كلها تحكي. وقال له أنا هم خل أقول لك حكاية، أنا بعد ما أسجنه أكثر ما أقدر، لو تخليني أطلق سراحة وأدز لك إياه لبغداد، لأن هذا الرجل راقبته ما عنده غير العبادة والدعاء والصلاة والصوم. هذا يعني حرام واحد يسجنه، أخاف من سجنه يعني. هذا اللي يتورط بسجنه حسابه عسير يوم القيامة. هيك قال للهارون، فلو تخليني أطلق سراحة لو أدزك إياه لبغداد. قال له دزه لبغداد. جابه للفضل ابن ربيع تأثر به، خلاه يم يحيى تأثر به، بحيث يحيى انضرب 100 صوت، لأن وسع على الإمام قال لهم ضربوه 100 صوت ضربوه. بل أقول لكم أكثر من هذا. أخت السندي، هذا السندي ابن شاهك، أخته كانت تقول للسندي إن قوما تعرضوا لهذا العبد الصالح حسابهم عسير يوم القيامة. هاي أخت السندي قالت له هذا العبد الصالح اللي يأذيه حسابه عسير يوم القيامة. سندي تتورطت ترى، هارون ورطك بهذا. هاي أخت السندي. بل غلام السندي ابن شاهق، غلامه صار من شيعة موسى بن جعفر، غلام السندي صار من شيعة الإمام. اجا قال له أنا من أتباعك يا ابن رسول الله، علمني الصلاة والصوم على مذهبك، أنت الحق. غلام السندي. بل أقول لك أكثر من هذا. الامرأة اللي دزل إياه هارون للسجن، امرأة اختار أجمل جارية. هارون كان عنده 4000 جارية، قال لهم اختاروا لي أجمل 4000. اختاروها، عدلوها، رتبوها، عطروها، قال لهم نزلوها بالطامورة لموسى بن جعفر. بلكت الله نلزم لنا لزمة على موسى بن جعفر. نزلت، فقالوا له هاي هدية من الأمير لك. قال لهم أنتم بهديتكم تفرحون. الإمام الكاظم على نص كلامه، أنتم بهديتكم تفرحون. قالوا له مو بكيفك، احنا سجناك بكيفك؟ قال لهم لا. قالوا له هاي هم مو بكيفك، تبقى وياك بالسجن. خلوها بالسجن. يوم يومين هارون تذكرها، قال لهم بشروا. قرب منها موسى بن جعفر، قال له يا أمير عينك لا شافت وإذنك لا سمعت. قال لهم ها؟ قالوا له تعال شوفوا بعينك ما تصدق. هاي كانت راقصة بالقصر، راقصة. قالوا تعال شوف. اجى ألقى نظرة عليها وإذا هي ساجدة خلف الإمام تنادي سبوح قدوس رب السماوات والأرض. قال لهم سحرها موسى بسحره، جيبوا لي إياها. جابوها. قال لها انت وين؟ السجود وين؟ قالت له أنا بعد ما أفيدك يا أمير، أنا انتقلت إلى عالم آخر. قال لها شنو العالم الآخر؟ قالت له أسولف لك. شو تريد تسوي؟ هم سوي، هاي رقبتي أخذها. قال لها سولفي. قالت له دخلت يم هذا العبد الصالح، فتقربت منه، أشر علي أو تمتم بكلمات، انكشف لي الغطاء، شفت جنة عرضها السماوات والأرض، وشفت حور أجمل مني، وشفت أنهار، وشفت. قال لي تريدين جهنم يو هاي؟ قلت له أريد هذا الجنة هاي أريدها. قال لي إذا تردين الجنة اتق الله، خافي الله، عوفي ما أنت عليه. تقول له أنا خلص بعد انتقل بالي وحالي وأحوالي إلى عالم آخر. هذا العبد الصالح أراني ربي بقلبي، شفت ربي بقلبي. وبقت على هذه الحالة أيام وماتت. أصبحت مو من أهل الدنيا. قال لهم سحرها موسى بن جعفر. أقول ما أعرف هذا الإمام كان يا هو اللي يشوفه شنو سبحان الله، كان بيبة جاذبية عجيبة على باب الحوائج. هاي قصة بشر اللي أنا وياك حافظيها، يعني ما أضيف لك جديد من أقولها، ما أضيف لك جديد أدري، بس أكو بيها فد التفاتة أرد أقولها. جارية بشر لما صعدت تبكي ترجف، قال ليش بيك؟ قالت له رأيت رجلا
تميل عنه الريح إذا مالت عليه. الهوى من يجي عليه يوخر عنه حياء من جماله وجلاله. قالها هاي المواصفات ما تنطبق إلا على منو؟ إلا على موسى بن جعفر. هذا موسى بن جعفر انت مريت به، ماكو باب الحوائج. فلا تتعجب لما هذا السجان يقول له هم تريد حاجة باكر أجيب لك من توصل نوبتي يا ابن رسول. هو يسجد الإمام بس يقول له تأثروا، كلهم تأثروا بالإمام، كلهم تأثروا بالإمام إلا هذا ابن الحرام السندي لعنة الله عليه، لأن هذا نجاسة، نجاسة، هذا نجاسة، هذا عين النجاسة هذا السندي. شلون شمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه اللي يرتقي ذاك المكان اللي. المهم فإن كان لك حاجة أمرتني حتى آتيك بها في الوقت. قال ما لي حاجة. من هو اللي قال له ما لي حاجة؟ الإمام الكاظم عليه السلام. فلما أن خرج هذا السجان، باوعوا لي أرجوكم حتى أردت بالمصرع. فلما أن خرج قال الإمام الكاظم لأبي يوسف ومحمد بن الحسن علماء السلطة، الإمام قالهم ما أعجب هذا السجان يسألني أن أكلفه حاجة من حوائجي ليرجع وهو ميت في هذه الليلة. قال لهم شوفوا هذا أمر عجيب خطية، هذا السجان يقول لي باكر ايش أجيب لك، محتاج شيء هو الليلة يموت. انتبهوا لي، هذا الإمام الكاظم يقول العلماء السلطة الاثنين اليمة على السجان. قال فغمز أبو يوسف محمد بن الحسن للقيام فقام. واحد ندس الثاني، ندسه يعني، قال له شوف هذا احنا حلال وحرام ما راضين بيه، قام يحكي لنا شنو بالغيبيات، قام يحكي لنا احنا ذنيك ما قابليهن، قام يحكي لنا غيبيات. هذا موسى بن جعفر مسجون جوا القاع يقول هذا يموت الليله. شوف انتبهوا. فغمز أبو يوسف محمد بن الحسن للقيام فقام فقال أحدهما للآخر إنا جئنا لنسأله عن الفرض والسنة الواجبات والمستحبات، وهو الآن جاء بشيء آخر كأنه علم من الغيب. ثم بعث مع الرجل رجلا. من هو مع الرجل؟ السجان. ودوا يا واحد قال له راقبه، شوف يا بيت يدخل ادخل وراه وانتظره، خلينا نشوف صدق الليله يموت مثل ما قال هذا الكاظم ولا. فقال اذهب والزمه وانتظر ما يكون من أمره في هذه الليلة وتأتينا بخبره من الغد. فمضى الرجل فنام في مسجد عند باب دار السجان. لقى مسجد قبال بيت السجان نام به. فلما أصبح سمع الواعي ورأى الناس يدخلون داره، دار السجان، فقال ما هذا؟ قالوا قد مات فلان في هذه الليلة فجأة من غير علة، لا بي مرض لا بي مشكلة، ولد شاب نام ما قعد الصبح مات. فانصرف الرجل إلى أبي يوسف ومحمد وأخبرهما الخبر. قال لهم كما قال موسى بن جعفر. فأتيا أبا الحسن للسجن مرة ثانية اجوا فقال قد علمنا أنك قد أدركت العلم في الحلال والحرام. ندري علم الحلال والحرام شنو عندكم، فمن أين أدركت أمر هذا الرجل أنه يموت؟ فقال طوعوا لي، فقال من الباب الذي أخبر بعلمه رسول الله علي بن أبي طالب. يا باب علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. قال لهم من ذني ال1000 باب من هاي الأبواب دريت هذا الرجل يموت. أنت أعرف 1000 باب من كل باب 1000 باب. النبي ايش قايل العلي يعني إذا معرفة موت هذا بهالليلة باب من هاي الآلاف، زين بقية الأبواب شنو؟ النبي ايش قال للعلي سلام الله عليه؟ فلما أورد عليهما هذا بقيا لا يحيران جوابا. بعد يقدرون يحجون شيء؟ هذا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه.